السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم النهاردة حلقة جديدة من برنامج الحنين الجميل. هنتكلم في حاجة مهمة جدا كلنا مفتقدينها، ويا ريت ترجع تاني لأنها بقت حاجة مهمة في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي، وأكتر حد محتاجها هو ولادنا. احنا ولادنا بقوا أمانة في إيدينا لحد ربنا ما نسلمهم لأمان، في أمان الله، وبعد كده احنا نتكل على الله. سألنا نفسنا امتى اخر مرة حضنت ابني، حضنت بنتي، اخر مرة سألت بنتي عملتي ايه بره، يومك عدى ازاي، قابلتي مين، قلتي ايه، اخر مرة بصيت على لبس بنتي لابسة ايه وهي نازلة، اخر مرة شفت بنتي بتتكلم في التليفون بتتكلم ازاي. لاحظنا ان في مثلا سلوك او لفظ او طريقة كلام ولادنا اتغيرت. لاحظنا مثلا ان ولادنا كانوا الاول متفاعلين واجتماعيين، وبعد كده بقوا فجأة منعزلين وقاعدين لوحدهم ومش عايزين حد يتكلم معاهم، او بيقفل عليهم باب الأوضة، او لما بتخش عليها بتشيل التليفون او بتقفله. زمان لما كان بيحصل اي تغير او اي سلوك بيظهر من الولاد، كانت الام والاب كانوا بيبقوا ايد واحدة بيشوفوا بيلاحظوا ان الولاد حصل لهم تغير في سلوك او في كلام او في لفظ او في حاجات طرقت عليهم، فبتبقى ملحوظة. بيبدأ الأب والأم بيسألوا بعض طب في ايه اللي حصل، طب ايه اللي حاجة حصلت مثلا قدامك، حصل في أي موقف حصل سمعتيه منها، سمعتوا منها، طب في حد ضايقها، طب مش عارفة ايه. بعد كده بيبدأوا كل واحد فيهم بيروح على حدة بيكلم ابنه وبيعرف ايه اللي حصل. طب انت ايه اللي مضايقك، طب ايه اللي يومك حصل فيه ايه النهارده، طب في حد مضايقك، طب في حاجة جديدة طرقت عليه. بيبدأ يتابع ويسأل ويعمل ويشوف المشكلة اللي وصلت ويبدأ يحل معاه المشكلة اللي حاصلة. لأن في أغلب الأوقات وأغلب الجيل الحالي ما بقوش يقولوا إيه اللي بيضايقهم أو إيه اللي حصل معاهم. ليه؟ لأن الأب والأم بقوا مشغولين، ما عادش في حد بيسمع، مع إن دول أصلا أكتر ناس لازم يتسمعوا، هو ابنك أو بنتك، خاصة في عمر معين. لازم سن المراهقة ده سن خطر جدا، وبيحصل فيه كل التطورات وكل التغيرات اللي ممكن تحصل في حياة أي بني آدم، السلبية قبل الإيجابية. فمن فضلكم احضنوا ولادكم، اسألوا على ولادكم، اعرفوا ولادكم بيعملوا ايه في يومهم من أول ما بيصحوا من النوم لحد ما بيرجع لك تاني البيت. حتى وهو في البيت اعرفي هو بيكلم مين، بيسمع ايه، بيقول ايه، ايه اللي بيتقال له، حتى النكتة اللي بيسمعها او حتى الكلام اللي بيتقال له اعرفي معناه، واعرفي مين اللي بيقوله له، سواء كان شخص كويس او لا. اعرفي وجهة نظره في كل حاجة حواليك، اسأليه، شاركيه. ما تخليش العالم اللي بره هي اللي تتحكم في ابنك وهو قاعد في حضنك في بيتك. انت لازم يبقى ليكي دور، انت اسمعي ابنك، اسمعي بنتك. فين زمان لما كنا بنخش من باب البيت بتيجي من غير ما ماما تسألنا، احنا حصل معايا ماما انا اول ما رحت المدرسة حصل كذا وكذا وكذا وكذا، صاحبتي عملت، صاحبتي سوت، ده المدرس النهارده مش عارفه كان لابس ايه، ده المدرس النهارده عاقب معرفش مين، ده المدرس النهارده كافئني علشان كنت كويسه. كده بنيجي نقول لوحدنا. دلوقتي الطفل او الولاد ما بيجيش يقول حاجه. ليه؟ لان اصلا ما تعودوش على السؤال ده، ان احنا نيجي نقول له انت ايه اللي حصل النهارده في يومك، احكي لي بقى. يلا حتى واحنا تبقى ماما واقفه في المطبخ واحنا جايين شامين ريحه الاكل ومش عارفه ايه وجايين عشان نتبسط وكده، وهي قاعده بتعمل حاجاتها، انا عماله احكي واقول اللي حصل واللي وصل وحصل كاني وماني، وهي عماله تسمعني، ولو في مشكله بتحلها لي او بتساعدني ان في الحل، وتقول لي الصح المفروض كنت اعمله او كنت ارد بيه. فين احنا بقى دورنا دلوقتي؟ فين؟ ضغوط الحياة واخدانا، واخدة كل الناس، مشاكل كل الناس عندها مشاكل، قلة فلوس كل الناس في قلة فلوس، كلنا مضغوطين وكلنا عندنا حزن وهم جوه وبره. ما تخلوش ولادكم تضيع منكم، ما تخلوش ولادكم عايشين معاكم في بيت واحد ومش عارفين عنهم حاجة. يعني ايه كل واحد ياكل لوحده، يعني ايه كل واحد عايش في غرفة لوحده، يعني ايه كل واحد ماسك تليفونه وما بيكلمش التاني، يعني ايه ده؟ يعني احنا اصلا في بيت واحد، ازاي كل واحد قاعد في حتة لوحده؟ فين التجمع الاسري؟ فين اللمة؟ فين اللي كل واحد يعرف كل حاجة عن التاني؟ انا مبسوط النهاردة عملت كذا، انا زعلان من كذا، انا حصل لي كذا. فين يا جماعة؟ احنا دورنا غايب غايب، ولو غاب اكتر من كده هتبقى المساوئ اللي احنا شايفينها دلوقتي هتبقى على اكبر، وهتبقى احنا هنبقى في غابة اكتر ما احنا شايفين دلوقتي. فلازم تاخد ابنك وتحتويه قبل ما يروح منك، قبل ما يتجر في سكة انت مش قدها ولا ابنك قدها.
وقبل ما يضيع الوقت ويضيع الأوان ابدأ تاني زي ما كنا في الزمن الجميل والزمان لما كانوا أهالينا بياخدونا وبيحتوونا في حضنهم وبيعرفوا مشاكلنا، رغم إن كان أهالينا برضه عندهم مشاكل الدنيا، بس رغم من كده كانوا بيسألونا ويطبطبوا علينا وياخدونا في أحضانهم وحنينين علينا وبيعرفوا احنا رايحين فين وجايين منين. أنا واحدة من الناس لما كنت كبيرة مش صغيرة، وفي الكلية كنت بابا أنا في الحتة الفلانية، بابا أنا قدامي قد كذا وجاية، بابا أنا بعمل كذا. أنا لما اتغربت وجيت هنا كنت بدي بابايا خط سير، لكن هنا ما كانش حد أصلا عارف البلد ولا عارف إيه المناطق اللي أنا بكلمه فيها دي. بقول له بابا أنا في سباير، بابا أنا في حتة اسمها مش عارفة إيه، بابا أنا في حتة، لحد ما في مرة قال لي فضل، انا اتصلت بيه وما لسه ما روحتش، ففضل يا عيني فضل مستنيين لحد ما اروح عشان يطمن عليا، فضل لحد ما انا جيت اتصل بيه بيقول لي يا بنتي حرام عليكي، انا قاعد مستنيك كل ده، قلقت عليكي كل دوت ما اتصلتيش بيا. قلت له يا بابا ما انا قلت لك ان انا بره. قال لي ما انا ورجعت من بدري. فراح قال لي ما تقوليش تاني انت فين، بس انا كنت كبيره وعاقله وناضجه وخلاص، كنت مريت بمواقف كتيره فقادره، وبعدين كنت انسانه مسؤوله وقدرت ان انا اسافر واتغربت وواحده يعني ناضجه. فكنت بالنضوج ده لحد ما اتجوزت كنت عارف كل حاجه عني. ما بالك بقى السن الصغير اللي احنا فيه دلوقتي. علموا ولادكم ازاي يدافعوا عن نفسهم، علموا ولادكم ان جسمه ده امانه، علموا ولادكم ان اسرار البيت ما تطلعش بره، علموا ولادكم ان في ادب، في احترام كبير وفي عطف على صغير، علموا ولادكم ان لازم احترم نفسي قبل ما احترم الاخرين، علموا ولادكم ان انت كينونه كده مع لوحدك، جسمك ده ما حدش يقدر يلمسه، بعيد عن اي حاجه، ويدافع عن نفسك ازاي، تعلمه ازاي يدافع عن نفسه لو حد اقتحم المنطقه بتاعته ايا كان، قريب غريب مش مهم مين. دلوقتي الخوف بقى من القريب قبل الغريب. فمن فضلكم اقعدوا مع اولادكم، فهموهم الصح من الغلط، عرفوهم ازاي يدافعوا عن نفسهم، عودوهم ازاي يجوا يحكوا لكم عن كل حاجه بتحصل بره معاهم. ومن فضلكم رجعوا تاني التجمع الاسري واستمعوا لبعض وكلموا بعض. لو الاب قاسي الام حنينه، ولو العكس نفس الحكايه. يا جماعه مفيش وقت للقسوه ولا الحزن ولا اللي احنا عايشين فيه ده. سيبوا اثر كويس قبل ما هي يومين وكلنا ماشيين، يومين وكلنا ماشيين. فانت سيب اثر كويس حتى يشفع لك بعد كده، سيب اثر لولادك تدعي لك، يفتكر لك حاجه كويسه عملتها معاه. سيب بذره في الدنيا قبل ما تمشي تلاقي تروح هناك تلاقي جبل من الحسنات مستنيك، اكتب فيه ثواب وخليه راجل معتمد على نفسه ويدافع عن نفسه ويحمي نفسه. يعني احنا في زمن ما يعلم بيه الا ربنا. يا رب ربنا يحمي ولادنا جميعا، ويحمي ولادي ويحمي ولادكم ويحمي كل ولاد المسلمين والمسلمات، ويبعد عننا اي شر، ونشوفهم دايما في احسن حال. ولو كنت شويه قاسيه في كلامي معاكم، بس ده لمصلحتكم، مصلحه ولادكم، مصلحتي انا كمان. فيا ريت نرجع زي ما كنا، لان احنا محتاجين ده ومحتاجينه قبل ولادنا. واشوفكم على خير في حلقه جديده من حلقات حنين. نسيت اسم البرنامج. يلا اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.